تخيل مرة واحدة كده تبقى قاعد ما بتعملش أي حاجة وفجأة تلاقي نفسك بقيت أغنى رجل في العالم، معاك فلوس كتير، معاك يخت، معاك عربيات، معاك بيوت، معاك قصور، معاك حاجات عمرك ما كنت تتخيل إنها تبقى معاك، لكن فجأة بترجع تاني وتلاقي نفسك موجود تاني ومفيش أي حاجة، بس برضه بترجع للحلم ده وفجأة بتلاقي نفسك بقيت أقوى رجل في العالم، عندك جسم الكل بيتخيل إن هو بيبقى عنده، بقيت شخص رياضي وعنده بدل الجيم 10 والكل بيحلم يعمل جسم زيه، لكن فجأة بترجع تاني وما تلاقيش حاجة حصلت وان انت موجود في نفس الوقت، لكن فجأة بتحلم حلم تاني بتلاقي نفسك شاطر ومتفوق دراسيا، شخص مثقف الكل بيستغرب من المعلومات اللي بقولها، عنده ثقة بالنفس غريب، شخص ذكي لدرجة مش معقول وعنده ثقافة وملم بكل حاجة ومتفوق وعالي جدا دراسيا، اغلب الكليات بتتمنى ان هو يكون طالب عنده واغلب الشركات منتظراه لحد ما يتخرج، فجأة ترجع تلاقي نفسك نفس الطالب الفاشل او الشخص الفاشل اللي ما عملش اي حاجه في حياته، اللي ما وصلش لاي حاجه، لا جسم ولا فلوس ولا حتى متفوق دراسيا، وكل اللي قاعد بيعمله هو حاجه اسمها احلام اليقظه. احلام اليقظه هي اكتر ظاهره حاليا موجوده في الجيل الحالي ده، والظاهره غريبه جدا، بتخليك تتخيل ان انت بقيت غني ملياردير جسمك قوي، عملت كل اللي انت بتتمناه وانت قاعد، وكل ده ل5 أو 6 ثواني، والموضوع ممكن يتطور لدرجه انك ممكن تهرب من الحقيقه للحلم او الخيال اللي انت اصلا عمرك مش هتحققه. فايه هي احلام اليقظه وازاي نقدر نتخلص منها قبل ما احلام اليقظه تقضي على حياتك وتبدا تهرب من الواقع للخيال؟ I'm against this war. Dude, I'm against the war too. I fucking hate Bush. But this isn't about being pro-war. The war لا، عاوزين نعرف ايه هي احلام اليقظه. فاحلام اليقظه هي حاله ذهنيه للشخص بيكون فيها صاحي لكن عقله سرحان في خيالات او سيناريوهات مش عايشها فعليا في اللحظه دي، ولكن هو بيتخيل. جسمه بيكون موجود في غرفه مثلا ولكن عقله موجود في حاجه تانية، والحاجات دي ممكن تكون احلام مثلا انت جيت تكون في نهائي كاس العالم والكل فرحان بيك، احلام زي ان انت بقيت ثري وغني وعندك فلوس كتيره ومنازل وبيوت وقصور عمرك ما كنت تتخيل ان هي تكون موجوده عندك، او تتخيل مثلا ان انت بقيت شخص رياضي وبتتابع رياضتك وبتصلي وبتصوم وبتعمل كل حاجه كويسه جدا واهلك راضيين عنك وبانك بقيت شخص مثالي، او انك تحلم مثلا ان انت بقيت لاعب كره قدم او ممثل مشهور الكل بيتمنى ان هو يمثل جنبيه، او شخص عنده ثقه بالنفس عاليه جدا، او رئيس دوله او رئيس جمهوريه او غيرها من الحاجات اللي بتتخيلها. وللاسف الخيالات دي اصبحت كارثه بتواجه اي شخص. الشخص بدا يقول انا في حاجه غريب، انا دايما عايش الخيالات دي والخيالات دي طعمها ممتع بالنسبه لي، واصبحت شخص فاشل. والحاجات دي للاسف هي مش بتوصلك لحاجه غير انك بتكون فاشل، لانها باختصار شديد انت عقلك بيحاول يهرب من الواقع اللي هو بيصممه لنفسه، وانت لو صممت لنفسك واقع غير الواقع فاعرف ان انت عايش في الوهم اللي عمرك ما هتوصل ل1% من اللي عقلك بيهيئه لك. وعلى فكره ان كنت غني وملياردير وعندك كل حاجه وعقلك لسه بيتخيل السيناريوهات دي برضه هتفضل شخص كئيب وتعيس. طب ازاي انا شخص غني وتعيس وعالي لما اتخيل الحاجات دي هكون شخص مش سعيد برضه؟ السبب لانك ما هتكونش راضي، مش راضي عن اي حاجه، لانك عقلك ذكي وجبار، وخصوصا في التخيلات اللي زي دي، لانك باختصار هتبدا تعمل لنفسك خيالات عمرك ما كنت تتخيلها. يعني مثلا لو واحد ملياردير وكان حلمه وهو صغير يبقى لاعب كره قدم، فعقله على قد ما يقدر يحاول يبين له ان هو بقى لاعب كره قدم وجاب جون في نهائي كاس العالم، لان اصلا ما عملش كده بالفلوس. المهم يعني انها كلها تخيلات، والتخيلات دي مش بتنتهي وهتدخلك في حته سودة جدا ومظلم ما اتمناش ان انت تقع فيها، لان كنت شخص نفسك كده بحاول ان انا اتخيل تخيلات هي مش موجوده، وتخيلات دايما كنت بتخيلها لحد ما فهمت ان التخيلات دي مش بتفيدني باي حاجه غير ان هي بتضرني. ده حتى ان حققت بعض من التخيلات دي برضو انا مش هكون راضي عن نفسي، لان مهما حققت في التخيلات دي عقلك هيفضل يصمم لك تخيلات وحاجات كتير. طب نبدا باول حاجه، لازم نعرف ايه هو سبب المشكله قبل ما نبدا نعالج المشكله. سبب المشكله وهو السوشيال ميديا بشكل كبير جدا هي اللي بتاثر على حاجات كتيره في عقلك وبتاثر كمان على التخيلات دي. يعني مثلا لما تشوف شخص غني بيسافر من دوله للتانيه وتشوف ان هو بيعمل حاجات غريبه وحاجات مثيره انت طبعا نفسك تعملها بس انت مش قادر، فعقلك بيبدا يتهيأ ويتخيل ويبدا يحاول ان هو يعمل الحاجات دي بس في خياله، في احلام اليقظه، ويبدا يتخيل ان هو سافر البلد دي وسافر البلد دي وراح هنا وعمل هنا وعمل كل حاجه هو كان عاوزها، كل ده وانت بتحلم. والحلم ممكن يكون 10 ثواني 15 دقيقه، لدرجه ان شفت ناس بتقول ان احنا بنعاني من الموضوع ده بقينا بنسرح بالساعات. تخيل الموضوع كارثه قد ايه. تاني حاجه اوقات الفراغ، كل ما انت تبقى فاضي اعرف ان الذنوب او الحاجات التانيه الغلط هتزيد وهتزيد.
وعلى فكرة أكتر حاجة بتحصل في الفضيان أو إن أنت تكون فاضي وما عندكش أي حاجة هي ذنوب الخلوات، أو عقلك يبدأ إن هو يتهيأ حاجات أو غيرها من الحاجات. فحاول إن أنت تملأ الفراغ ده، تملاه برياضة، تتعلم لغة، تحاول إن أنت تطور من نفسك. ودايما دايما 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 وأهم حاجة لازم أنت تفهم نفسك إن مفيش حد هيعالجك طول أنت مش عايز تتعالج. العلاج من عندك أنت، إن أنت تقدر تغير الموضوع ده. هو وده اللي هنتكلم عنه في آخر الفيديو، اللي هو إزاي تخلص من الموضوع ده وتخلص من الحلم اللي ابتدى يبقى كابوس في حياتك. المهم ان السوشيال ميديا جزء كبير جدا تتسبب في الموضوع ده. وهقول لك على حاجه مثلا اغلبنا بنعملها، يعني مثلا لما تجيب اغنيه، والاغاني على فكره بتاثر بشكل كبير جدا، وتحط الاغنيه دي في ودانك وتبدا تسمعها مثلا لفيديو محفز او غيره من الحاجات. الفيديوهات دي بتاثر على عقلك وبتخلي عقلك نشيط بدرجه كبيره جدا، ويبدا يتخيل ويتهيأ في حاجات انت اصلا عاوزها، زي مثلا انك يكون جسمك رياضي، تكون غني، تكون لاعب كوره، غيرها من الحاجات دي طبعا هتبدا تاثر شويه شويه في عقلك لحد ما عقلك هيحب الموضوع. وعقلك لو حب الموضوع وادمنه، انت هتصبح بتكره الواقع وبتعشق الخيال. وان عشقت الخيال فاعرف ان انت عمرك ما هتعمل ولا حاجه، لان الخيال باختصار شديد انت بتحقق نتائج واهداف مستحيل تحققها على ارض الواقع الا بعد سنين وسنين وسنين طويله من التعلم والخبرات. وعقلك بشكل كبير بيحب الحاجه السهله مش الحاجه الصعبه. الحاجه السهله اللي هي التخيلات والتهيؤات. انا لو تخيلت 5 ثواني او 10 ثواني اني بقيت اغنى رجل في العالم، الموضوع لا ياخد مني وقت ولا ياخد مني جهد، فالموضوع سهل وبسيط. لكن لو انا بدات احاول ان اكون اغنى رجل في العالم، الموضوع ياخد وقت وتعلم وصبر كبير جدا عشان توصل للموضوع ده، والله اعلم هتوصل له ولا لا. المهم يعني ان عقلك يفضل يخلق سيناريوهات كأنه بيعمل فيلم، وفيلم ممزوج بطريقه غريبه جدا، والموضوع هيوصل بيك انك بتحب الفيلم ده وعاوز تفضل طول الوقت عايش فيه، لدرجه انك هتكره الواقع بشكل كبير وتحب احلام اليقظه. احلام اليقظه اللي هتسيطر على عقلك وتسيطر على حاجات كتير. طيب ازاي نشيل المشكله دي، نتعالج منها نهائيا؟ مبدئيا قبل ما تتعالج لازما تاخد قرار مع نفسك وتقول انا لازما ابدا انسى التخيلات دي، وان هي ملهاش لازمه. اي نعم الموضوع ياثر عليك وتقعد فتره مش قادر ان انت تتخلى عنها لان الموضوع مش سهل، لكن مع الوقت هتبدا ان انت تتخلص من الموضوع ده. لازم تعرف ان الواقع هو حياتنا، احنا بنعيش الواقع مش بنعيش الخيال. الخيال ده مجرد تهيؤات مش اكتر، وعمرها ما هتكون موجوده في ارض الواقع ولا ليها اي ستيل لازمه. لكن الحقيقه ان انت تعيش الحقيقه نفسها، مش تعيش الخيال اللي انت عايشه في الحلم ده. وتبدا تقول ان انا لازم اوقف على الموضوع ده. طيب اوقف ازاي؟ لما تبدا تلاقي نفسك بتسرح، حاول انك توقف نفسك او تنبه نفسك. ممكن تنبه نفسك مثلا بصوت زي كده، او توقف نفسك او تقول كفايه كده وتبدا تذاكر. مثلا لقيت نفسك فاضي فتبدا ان انت ما تتخيلش، حاول تلعب رياضه، تتعلم لغه، المهم انها تكون حاجه مفيده، حاجه فعلا هتفيدك في ارض الواقع. وكتر الحاجات المفيده كتر منها بشكل كبير. طيب في سؤال مهم، هل الحاجات دي ممكن تأثر على حياتي العملية والشخصية؟ أيوه بنسبة كبيرة ممكن تأثر عليك أنت شخصيا وتخليك إنسان كسول، كاره إن أنت تشتغل، كاره إن أنت تعمل أي حاجة وتفضل في المكان اللي أنت فيه، لأن أنت ما انتش محتاج تحقق حاجة. كده كده أنت الحاجات اللي أنت عاوزها بتتخيلها، خلص الموضوع. فليش أشتغل وليش أجتهد وليش أعمل وليش 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 وغيرها كتير من الحاجات اللي هتوقفك عند نقطة عمرك ما هتتحرك منها، وهي نقطة التخيلات. فالتخيلات دي حاجة موجودة في حياتنا. على فكرة التخيلات زي ما ممكن تكون حاجة مضرة ممكن تكون حاجة مفيدة، ولكن في الأغلب لو زادت عن حدها هتكون حاجة مضرة. أي حاجة أصلا بتزيد عن حدها بتكون حاجة مضرة. فلازم أن تفهم إن الخيالات عمرها ما هتفيدك، بالعكس هتوديك لنقطة سوداء أنت عمرك ما كنت تتمنى إن أنت تكون موجود فيها. وأي حلم هتخسره مش هتحاول إنك تسعى للحلم ده أو إنك تروح للحلم ده، لكن هتحاول إنك تتخيل إن أنت نجحت في الحلم ده، مش تحاول إنك تنجح وتجرب في الحلم اللي انت خسرته. وبس، ودي كان نهاية الفيديو. اتمنى ان انا اكون فدتك، ولو شايف في موضوع نقدر نتكلم فيه عنه الحلقة الجاية ان شاء الله اكتبه في الكومنتات، وما تنساش اللايك والاشتراك. وممكن برضو تحط نقط او ملاحظات عن ايه اسباب انا ما ذكرتهاش في الفيديو تخلي الانسان يتخيل ويعيش في احلام اليقظة. سلام.